السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان الكرام المتابعين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا اليوم في واحد الفيديو جديد نعطيكم فيه شي معلومات تاني بدون إطالة وباختصار. بقات زيارات الزيارات شوية كيف ما كتعرفوا، بقات زيارات الزيارات الناس صحاب التروتينيت إلكتريك، بقات زيارات الزيارات واحد شوية اللي كيسوق تروتينيت إلكتريك يعرف هاد المسائل. راه الكاسك راه ولا إجباري، الكاسك ولا إجباري، فهمنا. والمخزن دابا ما تيتعاتقش، راه كيديو التروتينات، راه ما كاينش داكشي ديال شدوه نديرو ليه مخالفه وداكشي، راه كيشدو التروتينات تيديو هذيك تتسخساخ. والمسطره باش غادي ترجع التروتينات ديالك داكشي راه باقي مازال حتى شي حاجه ما كاينه رسميه، ولكن راه التروتينات راه يديوها لك ما يعقلوش عليك. وراه في القريب العاجل راه غادي تكون واحد الحمله، على شي ديال لي تروتينات الكتريك، لانه دابا راه داخلين النظام الجديد كيناقشوا القانون ديال انه غادي تدخل في النطاق ديال لاسورانس. خصها يعني اللي عنده تروتينيت الكتريك تيسوقها خصو يسوريها بحال مول الموطور، بحال مول الطوموبيل، فهمنا. يعني غتخضع لداكشي تيخضع ليه الموطور والطوموبيل، خصها تسورا باش تدخل حتى هي للشانتي مع عباد الله، ما تبقاش محسوبه بحال البيكالا. ولهذا الناس اللي كيسوقوا التروتينيت الكتريك الله يجازيكم بخير، بغيتكم تعرفوا بانه التروتينيت الكتريك راه ولا الكاسك اجباري، باش ما يحيدوش لك التروتينيت. راه التروتينيت دابا راه كاين اللي حسن العوال اللي شراها ب 4000 درهم حتى ل 5000 درهم، يحيدوا هذيك راه ما يعجبكش الحال. ولهذا كنتمنى انكم تكونوا على درايه بهذه المسائل، انه التروتينيت راه كاينه التروتينيت اللي ولات كتمشى حتى 45 كيلومتر في الساعه، كاين اللي عنده تروتينيت كتمشى 60 كيلومتر في الساعه. ما يمكنش غتكون هاد التروتينيت هكا باقي مازال ما مقنناش كتمشى بحال البيكالا. ولا دابا راه كلشي راه منا حنا، شتي حنا منا كلشي. ملي كانت التروتينيت كتمشى ب 25 كيلومتر في الساعه راه ما كان تيدوي عليها حتى شي واحد. اللي كيدخلوا ديما التعديلات كيف ما وقع مع صحاب الموطر، ملي كان الموتور فيه السيلندر 49 راه ما كان لا صداع ولا والو. دابا ولا الموتور تيطيروا، الموتور تيشدوا به الناس 120. دابا ملي الموتور تيطير راه القضيه راه تزيرات صافي، وغادي تتزير. راكم ما عرفتوش الحمله اللي دايرين على صحاب الموطر، راه مورا صحاب الموطر راه جايين صحاب التروتينات. ايوا لهذا الله يجازيكم بخير، ديروا الكاسك ديالكم. اللي عنده تروتينات كيسوق بها وصل مزيانه يدير الكاسك ديالو، تفهمنا. دير الكاسك ديالك باش ما ياخذوش لك التروتينات. حاليا لاسورانس راه مازال ما تناقشات ومازال ما تصادقش عليها قانونيا، مازال ما تصادقش على لاسورانس، ولكن جايين حتى هي ليها. المهم حاليا اللي غنصحكم اللي عنده تروتينيت يدير الكاسك ديالو ويمشي مرتاح مع راساتو باش ما يحيدوش ليه التروتينيت. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. ما تبخلوش علينا بواحد الابوني، الله يجازيكم بخير، راه ما تخسروا حتى شي حاجه، باش وقت ما نحط شي حاجه جديده طلع لكم. ما تبخلوش علينا بهذيك الابوني. يلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.